هي المشاعر هي الحب والرومانسية زي ما ناس كتير متخيلة؟ لأ، المشاعر يا صديقي هي حاجة أرقى بكتير جدا من إن هي تكون للحب والرومانسية والكلام ده بس. المشاعر هي أجمل رسالة ربنا بيديها لنا علشان نبقى أحسن. مثلا شخص راح لشغل فخايف إن المدير بتاعه يطرده من الشغل، فهنا المشاعر إيه؟ شعور الخوف، إن هو خايف إن هو المدير يطرده من الشغل، فبالتالي بيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ اللي هو يجتهد في شغله ويطور من نفسه بحيث إن المدير ما يطردوش، فالشخص ده يبقى أحسن قدام. وهنا دور المشاعر هي رسالة بتخليك دايما تبقى أحسن، دايما تكون أفضل من نفسك قبل كده. فالمشاعر مش زي ما ناس كتير متخيلة، أول لما تذكر لهم يعني إيه مشاعر يروحوا على طول للحب والرومانسية والاهتمام والحنان والكلام ده كله. هي ليها جزء من ده، بس الجزء الأهم والأرقى إن المشاعر هي أجمل رسالة ربنا بيديها لنا علشان دايما نبقوا أحسن في الحياة. لما انت بتحس بالشعور التقصير مثلا تجاه زوجتك او تجاه زوجك، فتلقائي انت بتبدأ تطور من نفسك وتحسن العلاقة. يبقى هنا المشاعر دي او الشعور ده هو اللي اداك الرسالة ان انت تبقى احسن. فدايما حب مشاعرك وركز فيها جدا، وفكر في الرسالة اللي المشاعر بتاعتك بتحملها، ما تعديهاش هباء. يا ريت تعمل فولو للصفحة دي علشان تدعمنا ان احنا بنقدم كل يوم محتوى عن الصحة النفسية وتطوير الذات، ويا ريت تقترحوا عليا في الكومنتس وترسلوني على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة ممكن نتكلم عنها. وانا هنا بقدم استشارات وجلسات نفسية وارشاد زواجي واسري، فانا في انتظار رسائلكم. وافتكر دايما يا صديقي ان هنا في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.